هل طبيعي انك تبقى في اول العشرينات وتحس انك مكسور؟ تحس ان انت عبارة عن اجزاء صغيرة، تحس ان انت بقيت متكسر، بتحس انك تعبان من غير ما تبذل اي حاجة، وتحس دايما ان انت مش بتتقدم، حاسس انك بتجري ومع الجري انت مش عارف تواكب اللي بيحصل. لو بتعيش الاحساس فانا عايز اقول لك ان انت مش لوحدك، معاك ناس كتير بتعيش نفس الإحساس. إحنا جيل عجيب، اتولدنا في بيئة بتقول لك عيش لحظتك، وفي نفس الوقت نفس البيئة بتقول لك اتخرج بدري واتجوز بدري واشتغل بدري وكون نفسك بدري واشتري شقتك بدري وانجز نفسك بسرعة. بقينا جيل مطلوب منهم نكبر بسرعة قبل حتى ما نلحق نفهم نفسنا احنا مين وموجودين هنا ليه وايه اللي مطلوب منا. بس المطلوب منك انك تكبر بسرعة. شوف اللي حوالينا، كل حاجة بقت عبارة عن مسابقة، وكل حاجة في نفس الوقت بقت عبارة عن مقارنات. مين أنجح؟ مين أغنى؟ الوقت اللي احنا بقينا عايشين فيه. بنقارن نفسنا طول الوقت، رغم إن كل واحد فينا عايش حياة مختلفة غير التاني. كل واحد فينا معاه أسبابه اللي وصلته للنقطة اللي هو فيها غير التاني. بس السوشيال ميديا نجحت اللي هي تخلينا نعرف نقارن نفسنا بمين، وإزاي نبقى فاشلين وامتى نبقى ناجحين. السوشيال ميديا خلتنا نحس ان احنا متاخرين حتى لو لسه بادئين في اول الطريق. بقينا بنقيس نفسنا باشخاص ممكن بل اكيد بيكذبوا علينا ببوستات مزيفه، وكذلك صور مزيفه علشان بس يحسسك اللي انت اقل منه. المشكله مش في العالم اللي حوالينا او العالم الخارجي، المشكله في نفسنا اللي بدات تصدق جمله انت مش كفايه. بدأنا نحط انجازات واهداف اكبر مننا، ولو ما وصلنالهاش تبقى بتجلد نفسك، ولو اخدنا وقت من الراحه صغير تلاقي نفسك بتتجلد يوميا علشان الوقت اللي انت ضيعته. وفي نفس الوقت لو ما عملتش اي انجاز في يومك تلاقي كميه احباط تخليك تفشل في اليوم اللي بعده، بل ممكن الاحباط ده يتم معاك لمده سنين علشان خاطر يوم واحد انت معرفتش تحقق فيه اي حاجه. الراحه بقت عباره عن طرف، والهدوء اللي احنا بقينا بنتمناه بقى جريمه. بس السؤال المهم هنا، هنسال نفسنا سؤال: هو احنا فعلا متاخرين، ولا احنا ماشيين في طريق طويل جدا، طريق سفر، بس بنقارن نفسنا باللي سبقونا، بنقارن نفسنا بالناس اللي بدأت قبل منا بسنين، وان احنا عايزين نوصل قبلهم او نوصل معاهم؟ الإجابة هنا، هو في حاجة اسمها متأخر؟ لا، مفيش حاجة اسمها متأخر، لأن كل إنسان منا وصل لحاجة كان عنده أسبابه وعنده أهدافه وعنده اللي سهله الطريق، وكذلك سنه وعمره اللي وصله للطريق ولا احنا اللي بقينا عايشين في وهم السرعة؟ الوهم اللي بقينا بنجري وراه، اللي انا لازما اتجوز قبل سن كذا، اللي انا لازما اتخرج قبل سن كذا، اللي انا لازما اكون اول مليون جنيه في حياتي في سن كذا، ده لو هتعرف تكونهم يعني. النجاح مش خط مستقيم، والنضج مش جدول زمني. في ناس اتأخرت في الشغل بس نضجت مبكرا، وفي ناس فشلت 10 مرات ونجحت في المرة ال11. مفيش حاجة اسمها وقت مثالي توصل فيه لحاجة. المثالي فعلا هو انك بتتحرك على الطريق اللي انت حددته حتى ولو بخطوة صغيرة. المهم انك مش واقف، المهم انك بتتحرك. لو حاسس بالضياع اعرف ان ده مش احساس ضعف، بل اللي بيمر بكل ولسه بيعافر ده انسان قوي. لو حتى هو مش حاسس بده، مش لازم تعرف كل اجابات الحياة دلوقتي، كفاية انك بتسأل، وكفاية انك بتحاول، وكفاية انك بتعافر علشان توصل. احنا جيلنا مش فاشل، احنا جيلنا اتعرض لضغوط نفسية مفيش اي جيل اتعرض ليها قبل كده، لكن رغم كل ده احنا لسه بنقوم ولسه بنجرب ولسه بنحاول نوصل للي احنا عايزينه. افتكر دايما انت مش مطالب تكون جاهز في ال20، انت بس محتاج تكون صادق مع نفسك وماشي على طريقك مش طريق حد تاني. اهدى وخد وقتك، ما تقارنش نفسك وما تستعجلش، كل حاجة بتيجي في وقتها وانت هتوصل في وقتك. سلام.